دخل جداوي وزوجته بالخطأ على أحد مجالس شمر، وصوت جداوي للمعزب وقال: يا معلم، أم حمزة خرمانة تبي شيشة. المعزب الله يجزاه خير الشمري عطاهم على جوهم. شوف ايش صار بعده. يقول صاحب قصتنا الشاعر الكبير عمر محمد البايح بعام 1417 الموافق 1997 ميلادي، يقول عندنا مضيف ديرتنا ورا حايل. طبعا عائلة البايح معروفين مكرماء شمر، اسال الله يكثر خيرهم، الى الان موجودين وموجود مضيفه، اسال الله يزيدهم. المهم يقول يجونا اهل النفود البدو، يجون عندنا بالليل عند الوالد الله يغفر له محمد السعود البايح، ويتعللون عنده كل ليله وينامون. جاء صلاه الفجر، قاموا صلوا الفجر وافطروا، وبعدين كلهم يروح لحال سبيله. يقول لك اليوم نفس الطريقه، عقب ما صلينا الفجر مع الوالد ورجعنا نفطر، الوالد يقول مثل العاده راح للبل، وبقيت انا ومحمد البليهي الله يرحمه. محمد البليهي كان مدير مطار حايل الاقليمي، كان بوقتها متقاعد. هو يصلي الفجر بحايل ويجي يفطر، لانه يفطر عندنا لانه من اصدقاء الوالد الخاصين. المهم يقول لك اليوم بقيت انا ومحمد البليهي بالمشب بالمضيف، يقول باقي نص ساعه على طلعه الشمس تشوف الضوء واضح، توقف عندنا كالسياره بيجو، تخبرون البيجو الطويله هذه اللي بها 7 ركاب. يقول لما رباها السواق ومعه 3 حريم. هو ينزل السواق قال: يا معلم، ابي لي قهوه حق 4 نفر. يقول عمر، يقول انا عرفت انه مضيع يحسبه قهوه، يحسبه مقهى وزي كذا. قلت له ابشر. قال: ابي قسم النساء. يقول الوكاد واروح افتح له مجلس كبير، احنا جالسين بالمشب برا، هم يدخل هو وعائلته، والله واروح اجيب له كدله والفناجيل وحطه عنده. يوم شافه قال: انا قلت لك قهوه 4 نفر. قلت ما يخالف، تقهوى وما انت خالف. يقول رحت شوي هو يصوت، قال: يا معلم. قلت سم وانا اجيه. قال: ابي فطور وبراد شاهي حق 4 نفر. قلت وش الفطور تبي؟ قال: ابي شكشوكه وفول. قلت والله ما عندنا هذول، عندنا فطور شعبي. قال: وشو؟ قلت والله عندنا رغفان ومصالي ودهن. قال: خلاص جيبهن خلينا نجربهن. والله واروح اجيب له البراد الشاهي واجيب له الرغفان والمصالي وحطن عنده، وانا اخليه. بعد 5 دقائق صوت قال: يا معلم. قلت سم. قال: بنيات ما عجبنا الفطور هذا. قلت طيب ايش تبي؟ قال: ابي فطور غيره. قلت خلاص ابشر. والله ما شاء الله وسع صدر الشاعر عمر الله يجزاه خير. الوكاد يقول يمر البقاله ما هي بعيده عنا، وانا صوت العامه قلت راح جيب لنا نواشف وشكل، وجبنا كرتون صح. فعلا جاب النواشف عندي انا ومحمد بليهي، وفكينا النواشف حطينا في صحون بلاستيك جهزناهن وديناهن للجداوي وهلو. يوم حطيتن عنده قال: وش هذه؟ قلت فطور. قال: لا انا ما قلت لك نواشف، انا ابي فول، ابي شكشوكه، ابي شيء يطبخ. قلت والله ما عندنا هذه، تبي تصبر نص ساعه؟ قال: خلاص الشكر لله. يوم خذ شوي هو صوت لي قال: ابي منك شيء. قلت وشو؟ قال: ابي معسل، ابي شيشه، ام حمزه خرمانه تبي شيشه. قلت والله هذه ما عندنا، احنا عندنا الفطور وقهوه والشاي بس. قال: لا انا عندي شيشه بالسياره ابى انزلها، بس ابيك تجيب لي جمر من اللي عندكم، واحنا شابين النار وعندنا جمر. قلت خلاص ابشر. والله واروح اجيب له كاس صحن واعبيه جمر واعطيه. خذ نص ساعه تقريبا هو يجي عندي. قال: يا معلم. قلت سم. قال: كم الحساب؟ الا على جية ابوي من البل. هو يوقف. قلت الحساب عند الامير، شوف الامير هذا. قال: الامير هذا يفطر عندكم؟ قلت هي هذا الامير وهذا هو صاحب المحل، رح يمه واساله. هو يجي يروح لابوي قال: كم الحساب يا صاحب المحل؟ يقول انا والله طلبت قهوه حق 4 نفر، طلبت براد شاي حق 4 نفر، لكن الفطور ما جابوا الفطور اللي يبي. هو يبتسم ابوي، عرف انه مضيع، يحسب مضيف انها مقهى ومطعم. قال: ما جاب لك الفطور اللي تبي؟ قال: لا. قال: اجل نبي نعاقبه. قال: تعاقبه؟ كيف تعاقبه؟ قال: نبي نعاقبه، هو بايع معزه تو وما باع التيس، نبي نخليه يذبح التيس ويغديكم اليوم عقابا له. يقول يوم قلت الكلمه هذه هو تبسم بعد، حس انه مضيع،
قال يعني هذا ما هي قهوة هذه. رد محمد بليه قال لا يا ابن الحلال، هذا مضيف محمد بن سعود البايح، وهذا للضيف والعابر السبيل ولأي أحد. تبي تقهوى وقهوة مجانا وتبي تنام نم الله يحييك. يقول قال أبوي أبد ترى غداك جاهز اليوم. قال لا والله أنا جاي من جدة الحالي أتمشى، ماني أدور قهوة وأدور الغداء. قال لا غداك جاهز اليوم. رحت وين بتروح أنت؟ قال أنا بروح الخطة. قال هذه الخطة 30 كيلو عنا. رحت تمش، لا جت وحدة الظهر تعال حياك الله تقدمت وهلك. مشى من عندنا وهله. قال محمد بليه الله يرحمه قال لأبوي يا أبو سعود أنا طالبك. قال سم. قال أنا بغديها. قال بعد الله يقويك تم. والله فعلا راح محمد بليهي يوم جاء قبل صلاة الظهر أو مع صلاة الظهر ويجب كالصحن الأبو مفطح. حنا ندخل بالمجلس، يوم جت واحدة على جيته جداوي هو هله، هم يدخلون بالمجلس قلنا غداكم جاهز. والله هم يتغدون. يوم خلصوا وطلع جداوي وهله قال كثر الله خيركم وكرمكم الله. قلنا قيل ريح اليوم. قال لا والله بطلع جزاكم الله خير. وراح جداوي عقب سنة والله ما درينا هو توقف أكل بيجو وجيب بجيرو. على موقفه وهو ينزل الجداوي قال يا الأمير. قال أبوي سم. كان بدلتين وكل دلة 4 نفر. قال أبوي أبشر الله يحييكم ساعة مباركة. قال هو جداوي الأخويا ورعنا جيب. قال شفتوا أنا قايل لكم عندما قهوة جاهزة وبلاش. المهم أنه فتحناهم المجلس ودخلوا داخل وتقهووا. أثري جايبن هدايا، هو جايبن هدية طقم دلال لأبوي، وأم حمزة جابت بشت، وحدا بناتهم جايبة غتر، والبنت الثانية جايبة عود. صلى الله يكثر خير ويقويهم. الله يرحم محمد بن سعود البايح ويكثر خير عائلة البايح. وهذه من القصة الطريفة اللي سمعتها من الشاعر الكبير عمر محمد البايح. أتمنى أعجبتكم. نشوفكم على خير. لا تنسوا صلاة النبي في الله.